السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحتة كنافة صغيرة كده هنعمله طاسة كنافة سهلة سريعة لذيذة من غير حشو، سادة بس طعمها في منتهى الجمال، اقتصادية جدا جدا والطعم تحفة. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم معايا قطعه كنافه صغيره، يعني اقل من نص كيلو كنافه. مسكتها كده بدات ان انا اقطعها بالمنظر ده كده. وطبعا لو انتوا حابين تبقى اسهل معاكم في التقطيع هاتوها وخلوها في الفريزر يوم كامل، فطبعا هتتلج منك، فهتيجي مجرد ما هتطلعيها مجرد ما هتضغطي عليها كده هتلاقيها اتفرفتت معاكي، فبالتالي هتبقى اسهل من ان انا اقعد اقطعها كده بايديا. تمام. في ناس كمان بتقطعها بالسكينه، على حسب ما كل واحد وطريقته. خلاص انا كده فرفضتها اهو وقطعتها صغير زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اضيف لها مكونين اتنين موجودين عندنا في البيت، اللي هما هنزل عليها بحوالي من معلقتين ل3 معالق سكر العادي، السكر السنترفيش. لو حابه عندك سكر بودره حابه تضيفي سكر بودره مفيش مشكله، والسكر العادي برضو مش هيقول لا. انا نزلت كده بمعلقتين او 3 معالق، من معلقتين ل3. وهبتدي كمان انزل عليهم بكيس من الفانيليا عشان يديني نكهة حلوة كده. نفتح كده ننزل كده في كيس من الفانيليا، وهبتدي بقى ان انا اقلبهم كده، افرفتهم بايديا بحيث ان كل جزيئات الكنافة تشرب من السكر والفانيليا اهو بالمنظر ده كده. تمام. بعد كده بقى هسيح حوالي يعني ممكن نقول 4 معالق كبار من السمنة، يعني سيحي والباقي سيبيه مش مشكلة. تمام. هبتدي اسيحهم الاول على النار في طاسة كده، بحيث ان انا لما اجي انزلها تبقى سايحة عشان اعرف اوزعها كويس جدا في الكنافة. تمام اهو. هنزل بحوالي 4 معالق كده من السمنة السايحة، وهبتدي ان انا بقى اخدهم اقلبهم مع السمنة، اشرب كده برضو الكنافة من السمنة اهو. تمام. اسهل واسرع كنافة ممكن تعمليها في 3 دقايق، متاخدش وقت خالص. تمام اهو. شايفين منتهى السهولة. يلا بقى نجيب الطاسة اللي هنشتغل فيها. هجيب طاسة وهديها دهنة حلوة كده بالسمنة، وهبتدي امسك اهو دهنة كده حلوة بالسمنة، وابتدي بقى ايه اخد الكنافة. طبعا انا مش حابة ان انا احط فيها زبيب وجوز هند وسوداني، لو انتوا حابين حطوا. انا عندي الولاد بينقوا الحشو ده وبيرموه، فبيضايقني الصراحة الموضوع، فقلت هعملها لهم سادة. فانتي لو هتعمليها بقى محشية هتحطي كده رق كنافة، تضغطي عليه كويس جدا، وبعد كده هترشي عليه الحشو بتاعك وترجعي تكملي رق تاني من فوقيه. سهل جدا. لكن انا هنزل بكل الرق بتاعي كده واضغط عليه بحيث ان ما يكونش يبقى كله طالع في نفس السمك. تمام اهو. وطبعا هرفعها على النار واخليها على النار متوسطة، وهبتدي ان انا اقلب بايديا بحيث ان وهي بتلف اهي. بصوا بضغط بقى كده كويس جدا وهي على النار بقى، وانا بسويها هبتدي الفها بايديا عشان اضمن ان هي ما تبقاش لازقه، وانها تطلع معايا قرص كامل متكامل. اهو بضغط بقى عليها كده. ويلا بينا بقى ارفعها على النار ونشوفه. عايزه اقول لكم اعملوا شربات الكنافه عباره عن يعني كوبايتين من السكر، وكوبايه ونص من الميه، وعصره نص ليمونه. بعد ما تغلي سيبيها 10 دقايق كمان على النار بعد اول غليان، وطفي عليها وحطي عليها كيس من الفانيليا. طبعا انا ما صورتوش لان انا كان عندي شربات كنافه في التلاجة، فما صورتش الجزئيه بتاعه الشربات دي، فانا عرفتكم دلوقتي مقادير الشربات هتبقى ايه. والشربات يكون سخن عشان تبقى معاكم طريه. لو انتوا حابينها ناشفه يبقى الشربات يبقى بارد. بصوا اهو شايفين
انا ايه بهزها كده عشان القرص يمسك في بعض. تمام اهو انا مخليها على نار متوسطه مش نار عاليه، وكل شويه اديها تقليبه. بصوا بقى انا دلوقتي هقلبها. تمام بعمل كده. بصوا ما شاء الله حلوه جدا ما شاء الله لذيذه. هبتدي بقى اجيب قطع السمنه وانزل بيها في الطاسه قبل ما انزل بالوش الابيض اللي من تحت ده. قطع السمنه كده، السمنه لسه مسيحاها فساحت معايا بسرعه، فسهله بسيطه سريعه لذيذه ما خدتش وقت خالص. زي ما قلت لكم لو عايزين تحشوها احشوها، بس وهي مش محشيه كده خفيفه وجميله. هنزل بقى كده اهو الكنافه بتاعتنا، وكل شويه اديها هزه كده بحيث ان هي تستوي كويس جدا من تحت. واول ما تطلع هديها شربات سخن عشان تبقى طريه. لو انت مش حباها تبقى طريه يبقى الشربات بتاعك يكون بارد. اهو شايفين الجمال والحلاوه، وهي الشكل النهائي اهو يا جماعه. هنزل بقى بيه كده اهو اهي بمنتهى السهوله، وانزل عليها بالعسل. شربات بقى، الشربات بتاعي بارد عشان عايزاها تبقى مقرمشه. وهنزل عايزه اوريكم السمك بتاع الشربات عامل ازاي، ولا تقيل قوي زي بتاع عسل بلح الشام والزلابية، ولا خفيف زي بتاع البسبوسة، بين الاتنين. بتسيبيه بعد اول غليان يغلي تاني لمدة 10 دقايق. تيجي بقى تجيب العسل كده او الشربات، وبتيجي وسط السمك بتاعه عامل ازاي اهو، مش خفيف ولا تقيل قوي اهو بالمنظر ده كده. عايزاكم تجربوه وتقولي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.